اهلا وسهلا اصدقائي، كيف جو الاخبار؟ معكم رفيق من قناه ريكورايز. اليوم معنا الحلقه 31 من انمي العضه الحلوه. اذا ما كنتوا شفتوا الاجزاء السابقه فالموجودين فوق بصندوق الوصف. اول شيء بدي بقى العاده فيكم يخبط لايك ويشترك بالقناه، وهيا لنبدا. بالفيديو السابق شفنا كيف شين صدم لوي وشياو سين وخبرون انه الحكومة الجديدة عم تخطط لاعلان زواجهم قدام المدينة كلها، وشياو سين كانت متفاجئة وقالت له كيف هيك؟ ليش الحكومة الجديدة تعمل هيك؟ فرد عليها شين هن قالوا انه هذا رح يكون كرمز للسلام بين المجتمعين في اطار الحكومة الجديدة. ولوي قال له تسببت قضية النادي تحت الأرض في ضجة كبيرة بين الناس، يبدو أنهم بدهم يلفتوا انتباه الناس. أنا ما بيهمني إذا أعلنت الزواج باسم الحكومة الجديدة، بس وطلع بشياو سين اللي كانت خجلانة جدا وقالت لون على الرغم من أني دائما بعتقد أنه الزواج أمر خاص، بس بما أنه هذا القرار جيد بشأن السياسة فأنا ما عندي رأي. وشين ابتسم من كمية جماله وخجله وقال لهم أنا تفاجأت لما سمعت الخبر، لأنه زواجكم رح يتطور إلى زواج سياسي. بقصد يعني بسبب المشاكل اللي رح تصير بالحكومة الجديدة في المستقبل رح يكون وضعكم أكثر تعقيدا، بس انتو هلأ أكثر هدوء واستقرار مما كنت أعتقد. وشياو سين ابتسمت وقالت جواتها اتضح أنه شين كان عم يفكر بعمق من أجلنا، قديش صديق رائع. ولوي قال لهم إن إنشاء الحكومة الجديدة هي نتيجة كل جهودنا، نحن نريدها أن تستمر أكثر من أي شخص آخر، وإذا كان مطلوب مني زواج سياسي أم لا ففي شخصية وحدة فقط فيني أتزوجها، وهي شياو سين. وشياو سين تفاجأت وكانت جد سعيدة وخجلانة. وبهذا الوقت كان كينزي واقف عند باب الغرفة وكان حامل ورود بإيده، وكان جاي لحتى يطمن على شياو سين، بس المسكين سمعون وهن عم يحكوا عن زواجه من لوي وقلبه انكسر وحس بحزن وخيبة أمل كبيرة. وشين اطلع بشياو سين ولوي وقال لهم هذا ما يجب القيام به، عم أشعر بالحسد قليلا يا أصدقاء. فمسكوا لوي من كتفه وقال له لكن تعرف على شي وحدة وحبها، شو عم تستنى؟ هل ميشا اللي بالشمال مو عاجبتك؟ فضحك شين وقال له والله يا أخي ما بعرف شو بدي أقول لك، بس أنا عن جد لسه ما حكيت معها بهي المواضيع. ولوي قال لهم تمام انتهى وقتي تقريبا، لازم أرجع للحكومة الجديدة وتابع الموضوع. شين خلينا نروح سوا. وشين جاوبه لك لسه هلأ لو وصلت شبك. فشدوا لوي وقال له لك تعال معي اترك برعومتي الصغيرة ترتاح. وأخذوا وراحوا هن الاثنين وتركوا شياو سين عم تضحك عليهم. وبالممر كانوا ماشيين وشين قال للوي في الواقع الحكي اللي قلته هلأ لأنك كنت عم تشعر بالخجل واستعجلت بالذهاب صحيح؟ ولوي جاوبه ايه خلاص بقى. وكينزي كان واقف ورا الجدار وكان جدا حزين، وبينما كان لوي عم يتمشى حس بألم كبير برقبته. وشين سأله شبك شو صار لك؟ فرد عليه لوي لا ولا شي خلينا نروح. وكملوا طريقهم، وهذا معناه انه جرح لوي اللي برقبته لسه ما تعافى تماما. وبالليل كان شياولينغ واقف على البلكون بمسكن الطلاب، فاجا لعنده كينزي وقال له انت هون؟ اختك صارت منيحة فيها تطلع بكرة من المستشفى. ففرح شياولينغ وجاوبه هذا رائع شكرا لك لزيارة اختي، لسوء الحظ ما فيني اطلع من المدرسة لاني مجرد طالب عادي، بملفي الشخصي انا كتبت هذا الشيء قبل ما اختطف. فقال له كينزي هل انت عم تلومني على اخفاء غيبوبتك المزيفة عن شقيقتك وبانك صرت صياد دماء؟ فرد عليه شياولينغ لا انت ما خليتني اعمل هيك، بل انه هذا الشيء كان خياري الخاص، كان كل شيء مشان اختي، انا مو ندمان على هذا الشيء. فقال له كينزي بعتقد انه شياو سين رح تواجه ازمة مماثلة اخرى، ربما رح تنكشف لما تنقذها مرة اخرى، كيف رح تخبرها الحقيقة؟ فرد عليه شياولينغ رح حاول اني ما خلي اختي تعاني من هي المحنة مجددا، مو هيك؟ فابتسم كينزي وقال له صح هيك.
فسأله شياولينغ: بالمناسبة يا كينزي، هل لساتك بتحب أختي شياوسين؟ فتفاجأ كينزي وتلبك وجاوبه: هي هلأ عندها لويي، أنا ما بدي يكون عبء عليها. وشياولينغ ابتسم وقال له: تمام، ليك الجو بارد شوي، أنا رح أرجع لغرفتي. وراح وتركه. وصباح اليوم التالي راح شياولينغ للمستشفى، وعند المدخل لقاها طلعت وكانت رح تركب بالسيارة مع شين ولويي، ففرح لما شافت حسنت وهي كمان فرحت، وراحت تركض لعنده وضمته بقوة، وهو قال لها: اختي لا تعملي اشياء خطيرة بالمستقبل، انتي ما بتعرفي قديش كنت قلقان عليكي. وهي جاوبته: آسفة لأني قلقتك، سمعت أنك تسللت لتدور علي وقاموا باختطافك أنت كمان للنادي. لحسن الحظ وصل شين في الوقت المناسب. فطلع شياولينغ بلويي وشين وقال لهم: مو على أساس نخلي هذا الموضوع سر بيناتنا، قلت لكم أنه لو عرفت أختي رح تقلق كتير. فصرخت شياوسين: أكيد رح أقلق، وعدني أنك ما تكون متهور بالمستقبل. وهو جاوبها: خلص يا أختي بوعدك. بعدين راحوا كلهم وصلوا شياوسين للمسكن الجامعي، وهي وقفت قدامهم وقالت لهم: أنا وصلت هلا، فيكن تروحوا. وطلعت فيهم هن الثلاثة وقالت جواتا، وقوفهم جنب بعض ملفت للنظر. ولويي تقدم لعندها ومسك ايدها وقال لها: حبيبتي، إذا كان في أشخاص بيزعجوكي لازم تخبريني يا عمري. وشياوسين جاوبته: اطمن، في الواقع الجميع أشخاص جيدين. ولويي قال لها: تمام يا عمري، يلا فوتي لجوا، أنا بحبك. فتركتن شياوسين ودخلت لجوا، ولما وصلت لباب غرفتها قالت جواتا: أنا عم أشعر وكأنه مر وقت طويل، عم حس بالاضطراب شوي، هذا غريب. ولما مدت ايدها وفتحت باب الغرفة تفاجأت بصديقاتها عم يحتفلوا برجوعها، وراحت سارة ضمتها وهي عم تبكي وقالت لها: شياوسين، اعتقدت اني ما رح شوفك مرة اخرى. ومريم قالت لها: لك خلص بقى، لا عاد تبكي، هذا احلى يوم لانه شياوسين رجعت لنا بالسلامة. ويارا كمان كانت جد سعيدة وقالت لها: اهلا برجوعك من جديد يا شياوسين. وشياوسين تأثرت وفرحت جدا لأنه أخيرا تحسنت علاقتها مع مريم ويارا، وصاروا صديقاتها وبيحبوها كتير. ومرت الأيام وكان الكل سعداء وكل شي كان مزدهر، وتم لم شمل الجميع مع أحبائهم، والجميع عاشوا في السعادة اللي كانوا عم يطمحوا له ويتمنوها، إلا شخص واحد، وهي ليليا المسكينة اللي صارت متشردة بالشوارع، وكانت عم تمشي وسط الناس وعم تتذكر شو اللي صار معها قبل 3 شهور. في اليوم اللي احتفل فيه الناس بالهدنة هي خسرت كل شي. تذكرت الليلة اللي احترق فيها القصر الفخم تبعهم وتحول كله إلى رماد، والجنود دوروا طول الليل ولقوا جثة أبوها وأخوها وكانوا متفحمين. وكانت ليليا منهارة وقالت: لا مستحيل، بالتأكيد هذا مو أبي وأخي، أنا ما عم صدق، لا أكيد لا، هدول مو أهلي. وبلشت تحفر بالرماد وهي عم تبكي. وفي جندي قال لها: حسب معرفتي كان أبوك وأخوك عم يخضعوا للإقامة الجبرية في انتظار الجولة التالية من المحاكمة، وما في حدا غيرهم كان بالقصر، كان في حراسة مشددة وتم إيجاد جثتين بعد هذا الحريق الكبير، هن أخوك وأبوك أكيد، لأن ما كان في حدا غيرهم هون. الحريق صار لما كان مجلس شيوخ عم يحققوا معك، بعتقد أنهم ما كانوا حابين يأذوكي واختاروا الانتحار. وليليا كانت مصدومة جدا وحزينة وقالت: لا يمكن، لا يمكن أنهم يموتوا ويتركوني لحالي. وفي جندي تاني اجا وقال لزميله: تم الانتهاء من التحقيق هون، يلا نرجع. والتاني جاوبه: بس هي لساتها هون. فرد عليه: اتركها خلص، شو بدنا فيها نحنا؟ والجندي اطلع بليليا ولف وراح وتركها لحالها وسط الرماد. وكانت ليليا عم تبكي بحرقة كبيرة والدموع عم تنهمر من عيونها كالشلال، وضلت عم تبكي لحتى انهارت
ووقعت على الأرض وكانت الأمطار عم تنزل عليها. وليليا المسكينة قالت: ليش تركتوني لوحدي؟ لما قررتوا انكم تروحوا وتموتوا ما أخذتوني معكم ليش؟ ليش تركتوني لحالي؟ أنا ما إلي حدا، أنا خلص ما ضل لي حدا وما عندي أي حدا. وفقدت الوعي من شدة الحزن والصدمة. وهون اجت لعند الخادمة القديمة تبعها وأخدتها معها. ولما كانت ليليا فاقدة للوعي حلمت بحالها لما كانت طفلة وكانت مع أبوها وأخوها ياري، وقال لها: اختي الصغيرة ليليا، أخوكي ما رح يخلي أي حدا يضايقك. وأبوها قال لها: حبيبتي ليليا، أبوك اشترى لك الكثير من الفساتين الجميلة، حبيبتي أي شي بدك إياه أبوك رح يجيب لك إياه. وليليا الصغيرة جاوبتون: أبي، أخي، أنا ما بدي شي، أنا بس بدي إياكن معي، أنا بس بدي عانقكن. وكانت ليليا عم تبكي وهي نايمة، وفجأة حست بشي دافي بحضنها، ففتحت عيونها واتطلعت حواليها ولقت حالها ببيت تاني. ولما اتطلعت قدامها لقت الخادمة شيرلي بحضنها، فتفاجأت ودفعتها عنها ووقعتها على الأرض. والخادمة شيرلي قالت لها: أنسي ليليا، هذا أنا. فردت عليها ليليا: شيرلي، ليش انتي هون؟ شو صار؟ وين هذا المكان؟ فوقفت شيرلي وجاوبتها: أنسي ليليا، اهدي، هذا بيتي. بعد الشي الفظيع اللي صار لعائلة ميليجينا كنت عم أشعر بالقلق عليكي، لهيك رجعت لشوفك. ما توقعت إنه يغمى عليكي تحت الأنقاض، لهيك جبتك معي للبيت. فتذكرت ليليا اللي صار واستوعبت، واستلقت على السرير بحزن شديد وقالت جواتها: يعني هذا ما كان حلم، كل هي المحنة هي حقيقة، يعني أهلي ماتوا. فقربت لعند شيرلي وقالت لها: أنسي ليليا، هل أنت منيحة؟ وليليا لفت للناحية التانية وجاوبتها: بدي ضل حالي لأهدى شوي. فقالت لشيرلي: تمام يا أنسي، أنا رح أطلع، إذا احتجتي أي شي ناديني. وطلعت وسكرت الباب. وهون ليليا سمعت أم شيرلي عم تحكي معها وقالت لها: ولك شيرلي، ليش جبتي هي الزفتة معك لهون؟ فردت عليها شيرلي: أمي وطي صوتك، هي عم ترتاح. فصرخت أمها: لك هي ما صارت السيدة تبعك اللي بتخدميها بعد هلا، وعائلتها ارتكبت جريمة فظيعة، بعملتك هي رح تجيبي لنا الحكي. وشيرلي جاوبتها: أمي خلص، عائلة ميليجينا كانوا عم يعطوني راتب عالي وخليت عائلتنا تعيش حياة متكاملة، وهلا أنت ما بدك توقفي مع بنتهم بهي المحنة؟ فقالت لأمها: صحيح انه عائلتها كانت ثرية وكانوا عم يعطوكي اجر عالي، بس انتي كنتي دائما عم تتعرضي للتنمر منا، لا وكمان كنتي عم تتعرضي للاهانات والضرب كمان، ما في اسكت هلا. فجاوبتها شيرلي: امي خلص، الانسة ليليا بتكون بمزاج سيء في اوقات معينة، بس هي لساتها منيحة معي دائما. وكانت ليليا المسكينة جد حزينة ومقهورة على الشي اللي وصلت له. ولما حل المساء اجت شيرلي لعند ليليا للغرفة وكانت مع أمها، فدقت الباب ودخلت لعندها وقالت لها: أنسي ليليا، هل أنت جوعانة؟ تعالي كلي شي. وليليا جاوبتها: لا ما بدي وما عندي شهية. فقالت لأم شيرلي: كلي شي وإلا رح تمرضي، عائلتنا ما عندها الكثير من المصاري لتطلب لك العلاج. فجاوبتها شيرلي: أمي شو هالحكي؟ خلص فيكي تروحي، أنا رح أهتم فيها. فطلعت الأم وشيرلي سكرت باب الغرفة. وليليا قالت لها: هل بدك مني عيش هون لحتى تنتقمي مني؟ فجاوبتها شيرلي: لا، شو هالحكي؟ أنتي في مزاج سيء هلأ وعم تشوفي كل الأمور بطريقة سلبية، بس لازم عليكي توثقي إنك لازم تعيشي وتتمسكي بالأمل. فقالت لها ليليا: عيلتي ماتت، كيف بدي يكون عندي أمل؟ فراحت شيرلي فتحت الشباك وقالت لها: أنسي ليليا، لقد ولدنا جميعا لنكون أفراد مستقرين، أي شخص كان بحياتنا فهو رح يتركنا، هي مجرد مسألة وقت. بعرف إنه شي محزن إنه يتركنا أهالينا في وقت مبكر، بس ما فيكي إنكار أشياء أخرى ذات معنى في هذا العالم. فسألتها ليليا: هل في شي ذا معنى في هذا العالم؟
فطلعت فيها شيرلي وجاوبتها: أنا ما بقدر كون مكانك يا أنسي لحتى أحكم شو هو الشي اللي إله معنى بالنسبة لإلك، بس على الأقل أنا بعرف إنه السيد والسيد الشاب بدن منك البقاء على قيد الحياة، لازم تعيشي مشانهم. وليليا انهارت وبلشت تبكي وقالت جواتها: شيرلي هي أحد الأشخاص اللي طردتهم ذات مرة، في الواقع عم أشعر هلأ بلمسة دفء بسبب كلامها. وقامت من السرير وقالت: لا، أنا كنت لئيمة جدا معك، ليش لساتك عم تساعديني لهلأ؟ فردت عليها شيرلي: على الرغم من أنه حضرتك دائما بتكوني بمزاج سيء، بس أنا لما رحت من عندك اكتشفت بأني تعودت كون حواليكي دائما. لما اختفيتي يا أنسي ليليا من حولي شعرت بالفراغ بقلبي وكأنه في شي مفقود. فابتسمت ليليا وقالت: لا، أنت غريبة جدا. وشيرلي جاوبتها: ايه بعرف، إذا كنت يا أنسي ما بتشمئزي من هذا المكان فهل يمكنك العيش هون؟ فقالت ليليا: لا عاد تناديني بالأنسة، أنا هلأ ولا شي. فركعت شيرلي قدامها ومسكت لإيدها وقالت: لا، بغض النظر عن اللي عم بيصير، بس الأنسة ليليا رح تضل دائما فوق، عالية جدا. وهون ليليا حست بالقوة وبالأمل وقالت جواتها: كلمات شيرلي ذكرتني إنه بالفعل يوجد في هذا العالم شيء له معنى. لويي، أنا قادمة. ومرت 3 شهور وكانت ليليا عايشة ببيت الخادمة شيرلي، وكانت عم تحاول تتعود على هالعيشة. وفي يوم كانت ليليا عم تغسل الصحون بالمطبخ، وبما أنها هي بنت غنية فما كانت عم تعرف تغسلهم منيح. وهون أم شيرلي صرخت عليها وقالت: لا، هل بتسمي هذا غسل صحون؟ لسه في آثار الزيت بالجوانب، انتي ما فيكي تعملي شي منيح، يخرب بيتك من حالك، انتي بتشبهي المعزاية. يلا ارجعي غسلي هذا الصحن من جديد. العمى شو هاد؟ فوق ما نبلينا فيكي كمان بدنا نغسلك صحونك؟ يقطع عمرك. وفجأة في صحن وقع من ايد ليليا وانكسر، فلفت الام لعندها وصرخت: لك شو هاد؟ شو هاد؟ انت غبية ولا شو؟ خبرتك انك ترجعي تغسلي الصحن وانت كسرتيه؟ فجاوبتها ليليا: وقع من ايدي بالغلط، ما كان قصدي. فقالت للأم: وعم تردي بوشي كمان؟ أنا سمحت لك تعيشي هون ل3 شهور وعطيتك شغل مشان تعيشي، هيك بيكون موقفك؟ فوق ما لميناكي من الشوارع صايرة عم تردي وليه؟ هل مفكرة انك لساتك سيدة نبيلة؟ فوقي، انتي وحدة متشردة ونحن قاويناكي ببيتنا من الشارع يا كلبة. فعصبت ليليا ورمت كل الصحون وكسرتهم على الأرض. وأم شيرلي انصدمت منها وقالت: لا، انتي وحدة وقحة وبنت حرام، هل بتعرفي قديش سعر هي الصحون؟ اسمعي لقلك، نحن ما فينا نتحملك ببيتنا، لهيك حملي حالك وطلعي لبرا، يلا انقلعي. وليليا حملت حالها وطلعت من البيت وسكرت الباب بقوة. وأم شيرلي قالت: لا، روحي الله لا يردك. وهيك ليليا صفيت بالشوارع، وهذا اللي صار معها من 3 شهور لهلا. ولما حل المساء رجعت شيرلي للبيت، ولما دخلت قالت لأمها: أمي أنا رجعت، اليوم اشتريت الطماطم للحساء من أجل العشاء، وين الأنسة ليليا؟ فجاوبت أمها: سيدتك الكبيرة جنت وتعكر مزاجها مرة أخرى وطلعت وراحت. فتفاجأت شيرلي وقالت: لا أمي، ليش هيك؟ ليش لما ما بكون بالبيت بتتخانقوا؟ أنا رح أروح ودور عليها. أما ليليا فكانت ضايعة ومو عرفانة لوين تروح، وكانت عم تمشي بالشوارع وعم تشوف الناس سعداء وهي لحالها وحيدة وفقيرة. وبعد ساعات من المشي حست بجوع شديد، فراحت لمطعم وسحبت كرسي وقعدت عليه. فطلعت فيها نادلة المطعم وراحت لعندها وقالت لها: يا أهلين فيكي يا أنسة، شو بتحبي تاكلي؟ فجاوبتها ليليا: أنا تعبانة فقط، هل فيني أقعد أرتاح شوي؟ فاستغربت النادلة، وفجأة إجا زوجين للمطعم وقالوا للنادلة: مرحبا، هل يوجد مقعد هون؟ فطلعت النادلة بليليا وقالت لها: يا أنسة أنا بعتذر، هل فيكي تعطي مقعدك لشخص بيحتاجه؟ فانحرجت ليليا وقامت وراحت من المطعم.
وبنفس المكان اجا لويي مع شياوسين ليتعشوا، ولما كانت ليليا طالعة عم تركض شافها لويي، وشياوسين سألته شبك شوفي؟ فرد عليها أنا شفت ليليا، وكان حزين جدا مشانها. وليليا المسكينة ما لقيت مكان تروح عليه، فقعدت بزاوية بالشارع وقالت جواتها ما كنت اتوقع اني رح اعيش بالشارع في يوم من الايام، ليش يا الله صار معي هيك؟ انا شو عملت بحياتي؟ وفجأة اجى لعندها طفل صغير وقال لها اختي تفضلي هذا الك، واعطاها كيس مليان بالمصاري. فاستغربت ليليا وسألته شو هاد؟ والطفل جاوبها طلب مني الأخ والأخت أني أعطيكي هذا الكيس لإلك، ليكون هدول هنن، وكانوا هدول لويي وشياوسين. فتفاجأت ليليا لما شافتهم وعصبت، ورمت كيس المصاري على الأرض وقامت صرخت أنا مو بحاجة لشفقتكن، ماني بحاجة لشفقتكن المزيفة، حتى لو متت فما رح أقبل هذا النوع من الصدقة. وراحت عم تركض، ولويي وشياوسين ضلوا ساكتين وما حكوا شي. بعدين ضلت ليليا عم تمشي بالشوارع، وفجأة سمعت مجموعة من النساء عم يحكوا ويقولوا سمعتوا شو صاير؟ كرمز للسلام بين المجتمعين بموجب الحكومة الجديدة، فإن عائلة لوبيز رح تعمل عقد قران بكرة المساء. فنطت عليهم ليليا وسألتهم لوبيز؟ عائلة لوبيز بدهم يعملوا زواج؟ لوبيز مع مين رح يتزوج؟ فجاوبت المرأة أوه أنت ما بتعرفي؟ المدينة كلها عم تحكي عنهم، بكرة رح يتم عقد قرار لويي من الحكومة الجديدة مع بنت بشرية اسمها شياوسين. فتفاجأت ليليا وحست بحقد وكره شديد، وراحت وتركتهم واتجهت لمطعم كانوا حاطين طاولات برا. فقربت من أحد الطاولات وخطفت سكين وسرقتها وحملته بإيدها مشان تنتقم من لويي وشياوسين، وقالت جواتها الشخص اللي أذاني كيف فيك تكون سعيد بدون عقاب؟ رح خليكم تدفعوا تمن كل شي عشتو. فيا ترى شو اللي رح يصير؟ وهل رح يتم زواج لويي وشياوسين؟ وهل ليليا رح تنتقم منهم وتقتل واحد فيهم؟ كل هاي الامور رح نعرفها بالفيديو الجاي ان شاء الله رب العالمين. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تحطوا لايك، تشتركوا بالقناه، تفعلوا زر الجرس عشان كل جديد، وكمان تابعوني على الانستغرام وتيك توك وعلى قناتي الثانيه باليوتيوب، الروابط كلها رح تلاقوها بصندوق الوصف وباول تعليق. كان معكم رفيق من قناه ريكو رايز، شكرا يا اصدقائي الحلوين والسلام عليكم.